نصايح مهمة جدًا لكل بنت عايزة تحافظ على نفسها من التحرُّش، وهنا أنا باتكلّم البنات المحترمة اللي بتخاف على نفسها وعايزة تحافظ على جسمها، البنات اللي هي شايفة إن جسمها ده مش حاجة رخيصة، إنه أي حد يقدر يمسكه أو يلمسه أو إنه يتحرّش بيها بأي طريقة من الطرق الوسخة الكتير اللي أنتم عارفينها ولسه هتعرفوها، وأنا هاكلّمِك في حاجات في مجالي وحاجات خارج مجالي، وركّزي معايا جدًا. أي بنت عندها أي مشكلة صحية أو محتاجة تروح لدكتور يعمل لها أي حاجة هي محتاجاها، يُفضّل إنها تختار دكتورة مش دكتور، وإذا لزم الأمر إنها تروح لدكتور يُفضّل إن يكون معاها أخوها، جوزها، أو حتى أبوها، يعني يكون معاها راجل، لازم يكون معاها راجل. نيجي لنقطة الgym، خدوا بالكم يا شباب، أي بنت بتفكّر تروح الgym لازم تاخد بالها جدًا من الموضوع اللي هاتكلّم فيه ده، ما ينفعش تروحي الgym تغيّري هدومِك كلّها داخل الgym، وما ينفعش تروحي الgym وتاخدي shower جوّه الgym، حتى لو كان الgym ده gym سيدات بس، لإن في جيمات كتير بتكون سيدات بس ولكن صاحبها بيكون راجل، الله أعلم بقى بنوايا كل واحد، هل صاحبها محترم مش محترم؟ ليه باقول لِك الكلام ده؟ لإن في تسريبات كتير جدًا نزلت على السوشيال ميديا بتورّيكِ إن الجيمات بتصوّر البنات وهي بتاخد shower وهي بتغيّر وهكذا، تكون كاميرات محطوطة في أماكن أنتِ ما بتشوفيهاش. من ضمن الحاجات اللي شُفتها في آخر فيديو شُفته، كاميرا محطوطة في فتحة الدُش، يعني أنتِ وأنتِ بتفتحي الدُش أنتِ بتفتحي الكاميرا بنفسِك فاهماني؟ وأنتِ بتغيّري في كاميرات محطوطة في أماكن معيّنة، فيُفضّل لو أنتِ هتروحي الgym إنِّك تروحي بلبس التمرين بشكل مباشر، ولو إحنا في شتا زي كده ممكن تلبسي جاكيت على لبس التمرين، فبالتالي هتقلعي الجاكيت بس ما فيش فيه أي مشكلة، إنما ما تحاوليش تعرّي جسمِك بالكامل، ما تحاوليش تاخدي shower في الgym، خدي shower في بيتكم، نصيحة منّي يعني. الجزئية التالتة ودي مهمة جدًا برضه، المُدرب، لو أنتِ بتتمرّني مع مُدرب تدريب شخصي في الgym أو حتى احتجتِ للمُدرب اللي موجود في الgym يورّيكِ حاجة، يُفضّل إنِّك ما تخلّيش المُدرب يلمسِك، لإن المُدرب مش مطلوب منّه إنه يلمسِك بشكل نهائي، المُدرب مطلوب منّه إنه يورّيكِ التمرين ويوجّهِك ويعرّفِك إزاي تتمرّني التمرين، حتى لو مش عارفة تعمليه المُدرب مطلوب منّه يورّيكِ التمرين كذا مرّة بنَفْسه لحد ما تتعلّمي. نيجي للنقطة الرابعة، المُدرب لمّا يكون مُدرب منجوس يقول لِك تعالي أعمل لِك استرتشات، فما فيش أي مشكلة إنه يعمل لِك استرتشات ده في طبيعة الشغل عادي جدًا، بس المشكلة فين بقى؟ المشكلة إن كل الاسترتشات ليها بدايل، فيقدر يخلّيكِ تعملي الاسترتشات لنَفْسِك، يورّيكِ بتتعمل إزاي وتعمليها، ويقدر إنه يعمل لِك الاسترتش بنَفْسه. ليه يعمل لِك الاسترتش بنَفْسه؟ عشان عايز يمسك جسمِك. طَب مين اللي ممكن نمسك إحنا جسمه ونعمل له استرتش فعلًا وده بيحصل فعلًا؟ لو شخص كبير وما عندوش المرونة الكافية إنه يعمل الاسترتش ده بنَفْسه، فبنضطر إن إحنا اللي نعمل الاسترتش ده، ولكن بنقول له إحنا هنمسك من الحتة كذا وهنعمل كذا، لازم أستأذنه قبل ما أمسك جسمه. طَب إحنا في معظم الحالات يعني لمّا بنمسك شخص بنمسكه منين؟ من رجليه، من آخر رجليه خالص من عند وش الرجل، دي الجزئية اللي إحنا ممكن نمسك منها الشخص، غير كده إحنا مش بنحتاج إن إحنا نمسك أي حاجة تانية في الشخص، فاهمني؟ ده لو بنعمل إحنا استرتشات للشخص، ولكن أنا عن نفسي مش باعملها لكل الناس، لو عملتها باعملها لناس معينة، ناس غير قادرة إنها تعمل استرتش لنفسها. نيجي لآخر حاجة ودي مهمة جدًا، بعد إذن سعادتِك لو أنتِ بتركبي مواصلات، ميكروباص بقى، عربية، أيًا كان، يُفضّل إنِّك تقعدي في العربية من ورا زيِّك زي باقي الناس، ما يُفضّلش خالص إنِّك تروحي تقعدي جنب السواق، لإن عشان تقعدي جنب السواق، السواق هيقعد طبعًا أنتم عارفين العربيات الميكروباص كلها manual، فالسواق هيقعد كل شوية بيدّي الغيارات، فعمّال يحُك في جسمِك، لأ أصل أنا هاخد بالي، يعني يُفضّل بلاش. أنا كأحمد باشوف لمّا واحدة بتقعد جنب السواق دي واحدة مش محترمة، مع احترامي ليكم بقى ما حدش يزعل مني بس دي حقيقة. طب ليه؟ لمّا يكون الميكروباص كلّه فاضي وتيجي أنتِ واحدة لابسة جيبة وتطلعي تركبي جنب السواق وأنتِ طالعة الجيبة بتبان لحد ركبِك، أنتِ متخيلة؟ فجسمِك كلّه بيبان، طب أنتِ إيه اللي جابرِك على كده؟ طب أنتِ مستعجلة وعايزة تركبي العربية دي، بسهولة خالص تستأذني أي شاب أو أي راجل قاعد في العربية تقول له بعد إذنك ممكن تقعد هنا وأنا أقعد هنا؟ مش هيقول لِك لأ خالص. باحترم جدًا البنات اللي هي بتعمل الحركة دي جدًا، إنما البنات اللي بتطلع تقعد جنب السواق دي أنا ما باحترمهاش خالص، والله العظيم زي ما باكلمِك، لإن أنتِ طالعة وأنتِ عايزة تقعدي جنب السواق، وفي بنات بتختار إن هي تقعد جنب السواق، طب ليه؟ إيه الغرض؟ أنا هنا باكلم الناس المحترمة، مش باكلم الناس اللي هي لحمها رخيص، دول مش فارقين معايا، لو أنتِ قاعدة جنب شخص ولقيتيه فاتح رجليه ومش عارف إيه، قول له لم رجلك أو غيّري الكرسي. دي شوية نصايح سريعة، خدي بالِك من نفسِك وربنا يستر عليكم جميعًا، وزي ما في ناس وسخة في ناس محترمة، ولكن الاحتياطات واجب، بس كده. سلام.